السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم شهوة يمنى، فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى اخواتي يلقاكم هذا الفيديو بالخير وعلى خير واحوال طيبة وصحة جيدة باذن الله. تنرحب جميع الاخوات اللي انضموا للقناة، وتنرحب بالاخوات اللي كانوا معايا منذ بداية القناة. تنشكركم بزاف على حسن المتابعة وعلى التعليقات اللي تتخليو ليا والتشجيع ديالكم. شكرا بزاف. وضمن حلويات العيد ان شاء الله غادي نحضر معكم حلوه رافايلو اللي صراحه تجي رائعه جدا وواحد المذاق مميز وتجي هشيشه. ان شاء الله اخواتي تجربوها بهذه المكونات والطريقه المبسطه. ندوزو المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير عندي 250 غرام د الزبده اي نوعيه تفضلوها، 2 بيضات، زلافه السكر كلاصي، نص زلافه الزيت، وزلافه كوك، وزلافه اللوز. وغنجمع العجينه بمايزينا، وممكن نتوما ديروا 200 غرام د مايزينا والباقي ديروه طحين. اول حاجه ناخذ اللوز نحمرو بقشوره، من بعد ما مسحته مزيان من الغبره اللي تيكون فيه ونهرمشو مزيان، ماشي نطحنو غير نهرمشو. ناخذ القصريه اللي غنخدم فيها، ندير فيها الزبده اللي تتكون بحراره المطبخ، ونضيف عليها السكر كلاصي ورشه الملح اللي تتعدل لينا الذوق. نخدم هاد المكونات مزيان مع بعضها حتى نحصل على واحد الخليط اللي تيكون كريمي. نضيف البيض ونستمر كنخلط حتى يندمجوا مع بعضهم مزيان. من بعد ما دخلت البيض مزيان في الزبده والسكر نضيف عليهم نص زلافه الزيت، نخلطهم مع باقي المكونات، ونضيف زلافه الكوك اللي طحنته واحد شويه، وزلافه اللوز اللي سبق لي حمرته هرمشته. اللوز بهذه الطريقه تعطي واحد اللذه غزاله بزاف في الحلوه. نخلط كلشي حتى ينسجموا مع بعضهم. ونضيف نشا او المايزينا، وممكن كما قلت لكم في الاول تستعملوا غير 200 غرام د نشا والباقي ديروه طحين. النشا تعطي لها هشاشه اكثر لهاد الحلوه، تجي هشيشه بزاف. تنبقى نضيف شويه بشويه حتى نحصل على عجينه رطبه وتتكور بكل سهوله. من بعد ما حصلت على عجينه لينه يعني تتشكل بكل بساطه والحجم اللي بغيتو، ندوزو نشكلها كويرات صغار ونحطها في اللاطه او السميه اللي غتدخل الفران. نستمر حتى نعمر اللاطه وندخلها للفران اللي سبق لي سخنته من قبل على درجه 180 وغير من التحت. ما خصهاش تحمر بزاف، خصها تبقى بيضه من الفوق والتحت تكون محمره، ونحيدوها من الفران. هذا هو الشكل واللون اللي تتاخذ الحلوه من بعد ما طابت ووجدت، بيضه من الفوق ومحمره من التحت.
ناخد حبه من الحلوى ونغمسها في الشوكولاط اللي ذوبته في بان ماغي، ونهزها بالفرشيط ونحاول نضرب بالفرشيط مع الاناء باش نحيد الزائد ديال الشوكولاط، ونحطها مباشره في الكوك ونحاول نلبسها مزيان بالكوك. نستمر حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. هاد الحلوى ما تاخدش الوقت طويل، دغيا تتوجد، وطبعا النتيجه هائله. حلوى كتذوب في الفم والشكل راقي بزاف. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها لانها فعلا تستحق التجربه. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى رافايلو. تجي الصراحه غزاله بزاف وهشيشه، وانا متاكده الا جربتوها بهذه الطريقه ما غاديش تندموا عليها وغادي تسجلوها وتولي معتمده عندكم. تنشكركم اخواتي بزاف على حسن المتابعه وعلى تعليقاتكم والتشجيع ديالكم وعلى كلامكم الطيب. شكرا بزاف لكم. ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف، والى فيديو اخر ووصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.